أولا إذا طلقت المرأة طلقة واحدة فقط، يعني زوجها ما سبق أن طلقها غير هذه الطلقة، فإن هذا يسمى طلاق رجعي. ماذا عليها؟ أولا لا يجوز لها أن تخرج من البيت، ولا يجوز لزوجها أن يطردها من البيت. ثانيا يجب على الزوجة أن تراجع نفسها، تلبس له أجمل الثياب، وتضع أجمل الطيب والعطر، وتتعرض له، حاول أن يرجعها، تغريه بإرجاعها، فإذا أرجع فالحمد لله، إذا انتهت العدة خلاص اعتبر بائن منه بينونة صغرى. الأمر الثالث إذا توفي الزوج في هذه الحالة قبل انتهاء العدة فإنها ترثه لأنها زوجة، وإذا توفيت قبل انتهاء العدة فإنه يرثها لأنها زوجة. الأمر الآخر ينبغي على الزوج يراجع هذه المرأة، خاصة وأن الوضع أصبح خطير جدا، العدة بدأت يعني أيام العدة يأكل بعضها بعضا، وأصبح الوقت سريع، فيراجعان نفسيهما، فيرجع الزوج زوجته. مسألة مهمة جدا، وهي أن المرأة إذا كانت تحيض تعتد ب3 حيض، يعني الآن طلقها مثلا ثم حاضت بعد أسبوع، هذه الحيضة الأولى،